بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بعد البث المباشر يوم 24 رمضان 1446 هجرية، وإن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد إن شاء الله بكرة 25، يعني النهاردة ليلة 25. وعايز أقول لكم على خبر حلو كده، إن شاء الله ربنا يجعله خبر صحيح إن شاء الله. وطبعا هي بنتحرى إن شاء الله، احنا كلنا بنتحرى ليلة القدر، لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كنت شفت فيديو كده من شوية، من حوالي ساعة، لحد مفسر أحلام، قناة كده على اليوتيوب اسمها تفسير الأحلام، اسمه أبو البراء. كان بيقول إن ناس بتبعت له بقى رؤى كده علشان يفسرها لهم، رؤى منامية يعني. فهو فسر 6 رؤى، ومن ضمن التفسير بتاعه هو قال بعد التحليل بتاع الرؤى يعني، قال ان يوم 25 او ليلة 25 اللي هي النهاردة دي ليلة القدر. لان في ناس كتير اجتمعت الرؤى بتاعتهم عليها، وبعد ما فسرها وحللها، وممكن تروحوا تشوفوا الفيديو وتقولوا له رأيكم. ان شاء الله ربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا راحة وشعور ليلة القدر، لان هو شعور جميل جدا جدا جدا. يعني انتوا ما تتخيلوش الشعور الجميل ده، واللي ربنا بيبلغه ليلة القدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عنه، يعفو عنه يعني يخليه، يعني يرجعه زي ما ولدته امه، يعني ما فيش ذنوب. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عفى عن الذنوب كلها. ربنا سبحانه وتعالى عفى عن الذنوب كلها، الذنوب اللي هو عملها. سبحان الله. ربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. وبطلب من حضراتكم تستنونا وتشتركوا في القناة معانا، وتتابعوا الفيديوهات بتاعتنا، وتتابعوا البث المباشر معانا. احنا بنتحرى استطلاع شمس ليلة القدر. ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم. وببلغ حضراتكم وبفكر حضراتكم وبذكركم ان الدعاء المستجاب، الدعاء او الدعاء اللي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا يستجيب لنا كلنا طبعا. آه، آه، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يدعى به في ليلة القدر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك عفو كريم حليم جواد تحب العفو يا رب فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو يا رب فاعف عنا. ربنا يعفو عنا جميعا، ربنا يغفر لنا ذنوبنا جميعا، ربنا يبلغنا ليلة القدر جميعا. وعايز اقول لحضراتكم ان ليلة القدر يعني دعاء، الدعاء في ليلة القدر مستجاب. الدعاء للي ربنا بيبلغه ليلة القدر دعاءه مستجاب ان شاء الله. بيدعي بأي حاجة ربنا بيستجيب ليه. كفاية الشعور بتاعها، كفاية شعور ليلة القدر. ليلة جميلة وليلة لطيفة، وبتدخل على النفس الطمأنينة والسكينة كده، وشعور طيب وشعور جميل. ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. وكثفوا الدعاء وكثفوا الصلاة والذكر وقراءة القرآن ان شاء الله. ربنا يرزقكم من وسع، ربنا يوسع عليكم ان شاء الله. وبقول لحضراتكم طبعا عايز اقول لحضراتكم دعاء جميل جدا نختم بيه الفيديو. الدعاء ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو بيقول عليه الدعاء الشامل الكامل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديك، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أشوف حضراتكم على خير، وشكرا لكم وشكرا على حسن الاستماع، وكل سنة وانتم طيبين.